اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. احنا في كشف نهاية 2024، نودع اخر يوم في هذه السنة العظيمة الجميلة، اللي كتير الناس تيجي في اخر السنة تقعد تشتم على السنين. سنة مش عارف فيها ايه، مش عايز اقول الكلام وده غلط جدا جدا. يعني انت بتكتئب يعني مش بتعمل اكتئاب لنفسك، ده انت بتنشر اكتئاب. يعني ان شاء الله الناس بتوزع خير على بعضيها من اكتئاب ومشاكل. لا، انت ما فيش حاجه يعني بتحصل لك غير بقدر من ربنا. في ابتلاء، ده طبيعي، انت عايش في الدنيا في ابتلاء وفي خير وفي شر. انت لازم عايش ما بين كل دول. ما انت مش عايش لوحدك، انت مش عايش في الجنه. يعني احنا لسه ان شاء الله ندخل الجنه باذن الله، لكن انت مش عايش في الجنه. فانت ازاي تتوقع الحياه ماشيه بدون تحديات؟ فالموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه هو ده كشف مراجعه للسنه اللي فاتت وعدت من بدايتها لنهايتها. انا باجي، لو انت بتسمعني هتلاقيني بحب قوي النقطه دي، بحب قوي المراجعه، احب احاسب نفسي، احب احاسب عملي، احب احاسب نفسي في حاجات كتيره جدا. والموضوع ده مهم جدا، احاسب دلوقتي عشان لما اجي اتحاسب بعدين على الاقل ابقى عارف يعني انا ماشي صح ولا ماشي خطأ. فالنقطة اللي أنا بنصحك لو تستفيد من الفيديو من أول نقطة، إن أنت تمسك ورقة وقلم تشوف أنت عملت إيه السنة اللي فاتت. للأسف لو أنت مش بتحاسب نفسك هتمشي معاك الحياة وتمر الخمس سنين زي ما تمر على الناس. هو عايز يعمل فكرة، عايز يحقق نجاح، وعدوا الخمس سنين وما عملش أي حاجة، وتكمل سنة ورا سنة ورا سنة هو لم يحقق أي شيء. تجربه المراجعه اللي انا عملتها لما انا بدات فيها، فعلا بقيت اوقات ادمع ان انا ما حققتش حاجه وازعل، اقول يا انا كل السنه دي ما عملتش اي حاجه مفيده، ما استفدتش، ما اتعلمتش، ما قريتش، ما خدتش اي تجربه جديده، ما عملتش اي خطوه اضافيه في حياتي، انا ما زدتش في العلم، ما عملتش اي حاجه. فللاسف تبقى فعلا صدمه بالنسبه لي. دي اكتر حاجه تخوفني، اكتر حاجه سبحان الله تخوفني، ان انا احس ان انا ما عملتش اي حاجه، واللي انا عدى عليا الشهر والاسبوع والسنه وانا ما عملتش اي حاجه مفيده، وانا مجرد، خلي بالك ارجع اقول النقطه، انا مجرد بشتغل عشان اعيش بس، وانتهت الحياه. لاي حد ناجح دي مصيبه. لو انت عايز تنجح وربنا مديك امكانيات النجاح، فالمراجعه دي هتعرفك امكانياتك. هل انت فعلا عملت حاجه، ولا انت بتلف في دايره وسرحان وبتضيع في وقتك وما عملتش اي حاجه؟ دي مراجعة أنا بعملها، مش عايز أكلمكم على تفاصيل كتير، لكن باختصار أنا الحمد لله بفضل ربنا اشتغلت الفترة دي طبعا كوكيل براءة اختراع، حققت الحمد لله نجاح كعمل. الحمد لله بفضل ربنا عملت عدد من براءات الاختراع لا بأس بها، يمكن الأعلى عندي من المملكة العربية السعودية. سجلت براءة اختراع من المملكة العربية السعودية أعلى من البراءة المصرية. يعني أرقام الحمد لله جيدة. سجلت برضه في أماكن تانية، وسجلت حتى أمريكية كويس، وبراجع امريكيه. كانت تجربه كتجاريه. انا خلاص، انا طبعا عشان انا رئيس جمهوريه المكتب هنا، وده المكتب بتاعي، فانا اللي حاسب نفسي. فمن حيث العمل فانا راضي. الدعايه ما عملتش دعايه قوي، لكن كنت مشغول طبعا بالعمل، وده مسؤوليه. يعني احنا الشغل بتاعنا مختلف خالص بصراحه. يعني احنا شغل البراءات الاختراع او اللي انا بشتغله ده حاجه مهمه وحساسه، وانا بحس انها ليها دور في تطوير المجتمع، يعني حتى في تطوير الوطن العربي نفسه. انا في ان شاء الله هعمل لكم فيديو على مخترعين. يعني انا بتكلم على مخترعين غيروا وجه العالم، انا بتكلم بجد. بس انا مش هقدر اذكر لكم الناس دي، مش هقدر اقول تفاصيل. في مخترعين، يعني هقول لك بدايه من المصريين، بدايه من المصريين ما شاء الله اضافوا حاجات في دول. انت متخيل؟ يعني اضاف حاجه في دوله، شخص كان مجرد شخص جنبي وخايف، والله العظيم شخص خايف جدا ياخد اي خطوات، ان شاء الله دلوقتي في حاجه تانية، حته تانية خالص، مكان اخر. ربنا يكرمه ويساعده باذن الله، ويساعد كل اللي بينجحوا. لا، في ناس فعلا عايز اقول قلبوا الدنيا، غيروا وجه التاريخ. يعني هقول مثال، مثلا عندنا دكتور حاتم زغلول، ده اللي اخترع الواي فاي. تخيل حياتك ما قبل الواي فاي، وتخيل حياتك ما بعد الواي فاي. انت متخيل احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده مخترع مصري. انا قابلته وقعدت معاه في بيته، وحتى عمل لنا غدا واتغديت معاه. غير فعلا وجه التاريخ. وهكذا في كتير. لكن المخترع بيتحول من بعد، للاسف بقى،
يعني ربنا طبعا يكرمه يا رب ويسهل له الامور. بيتحول من بعد الاختراع، ولما يدخل في اطار تجاري ويتحول كده بيتحول لمستثمر، فانت تشوفه مستثمر، ما تشوفوش مخترع للاسف. يعني انت للاسف هو مش بيتكلم، خلاص الناس تستضيفه فلان الفلاني المستثمر اللي ما شاء الله بيبقى عنده فلوس، بقى بيبدا مخه شغال، بيبدا يدخله في حاجات تجاريه ويبدا يشغل اموره ويبدا يعلى ويزيد ما شاء الله، ربنا يكرمهم يا رب في استثمارات وهكذا. لكن بجد انا ان شاء الله هتكلم عن النقطه دي. فاللي انا بقوله الشغل بالنسبه لي وعمل براءات الاختراع مش شغلي وكيل براءات اختراع بس، عشان برضه اوضح النقطه دي الناس تكون عارفاها. انا مش وكيل براءات اختراع بس، انا وكيل براءات اختراع، انا خدت الشهاده حاجه رسميه عشان اكون شغال رسمي كويس واكون موثق واموري تكون سليمه. لكن انا اللي بعمله بمسك الفكره الاول اقيمها. على فكره التقييم ده لوحده ده معلش بيساوي كتير بعدين، يا اما يعرفني ان انا ماشي في طريق صح يا اما همشي في طريق خطا. وللاسف والله وربنا يعلم في مكاتب من مكاتب المحامين بياخد الفكره منك زي ما هي، لان هو مش مخترع، هو يمكن يعني مظلوم، هو ما يعرفش، بياخد منك الفكره للاسف زي ما هي، يقدمها لك زي ما هي فتترفض، تخسر مبالغ خرافيه. يعني عايز يعني مش عايز احلف لكم، انا في حد اعرفه خسر رقم خرافي، يعني مش عايز اقول لكم كام، بسبب اللي هو قدم مع مكتب وفي النهايه جات لي الفكره برضه. يعني من بعد وصلنا من هنا وقت اخد له بتاع سنه مثلا وصرف رقم خرافي اضعاف ما يقدم براءه اختراع، اضعاف والله. بعد كده بدا معايا فانا كملت الموضوع ان شاء الله عشان ينجح باذن الله. فمسافات كتيره بتيجي بس من التقييم، للاسف لو خدت تقييم خاطئ فده بيضرك. فالحمد لله انا بعمل تقييم للفكره، بعد كده براجع الفكره ليها شبيه ولا لا. فانا بقول انا ببتدي وباخد خطوات براءه الاختراع بره براءه الاختراع. ما احنا لما ندخل براءه اختراع فيها مراجعات، طب ما نعمل كده قبل ما ادخل، فابدا اتاكد في ليها شبيه ولا لا. طب لو لقيت لها شبيه ابدا اطور الفكره، وده اللي انا بضيفه الحمد لله يعني جديد، لان انا مخترع برضه، فده اللي انا بقدر اضيفه في الفكره. الاختراع بيتطور، اقدر اطور في الاختراع ده وازود من امكانياته، ده لدرجه اللي انت لو الاختراع ده حطيته في وظيفه مختلفه بتفرق معاك كتير. يعني مثلا مش متذكر حاجه تحديدا اقولها لك، لكن خليني اقول مثال. لو احنا استخدمنا سكينه، جبنا سكينه وقلنا السكينه دي مثلا بتستخدم في قطع مثلا الفواكه كويس. فجاء بعد كده حد قال لا انا هاخد السكينه دي وهعمل لها شرشره كويس واستخدمها مثلا في قطع اللحوم مثلا كويس. جه حد تاني قال لا، شوف بقى هو ده الاستثمار وهو ده الذكاء، قال لا احنا هناخد السكينه دي هنخليها عدله شويه ونستخدم الشرشره دي ونخليها منشار تنشر في الخشب، لان صناعه الخشب دي مطلوبه جدا والناس بتكسب منها كتير وهيعليها استثماريا، فيتحول السكينه من انها حاجه بتتباع مثلا بدولار، وبعد كده ممكن نعملها سكينه تقطع لحم فتتباع ب 2 دولار، انها تتحول انها تتباع ب 10 دولار. هو ده المثال اللي انت فاكرك تكون في مكان مناسب للاستثمار، تكون افضل، وده اللي احنا بنشتغل عليه عشان ان شاء الله نوصل لبر الامان وتسجيل براءة اختراع. كانت في الفترة دي في حاجات غريبة مريت بيها، يمكن من اغرب حاجة اللي انا شاركت في اختراع طبي مع دكتور ما شاء الله، شخص متميز فاهم هو بيعمل ايه، مصمم حتى الفكرة وكل حاجة، لكن كان في تعديلات بسيطة انا عملتها ميكانيكية لان هي كانت حاجة خاصة يعني بعملية. فالمهم اللي انا وصلت اللي انا اتفرجت على العملية، شفت في قطع وفي نشر وحاجة صعبة، يمكن ما اعتقدش انا هشوف حاجة اصعب من كده. كانت حاجة خرافية بصراحة. انا اتفرجنا على الفيديوهات وقال لي انت في عندك مشكلة، قلت له في مشكلة لكن مفيش مشكلة، انا من باب العلم لازم اتفرج لان انا هشتغل في الفكرة. والحمد لله خلصنا الفكرة وسجلنا الحمد لله الفكرة بقى لها مدة كبيرة، لكن كانت تجربة من الافكار دي، كانت تجربة قاسية شوية عليا. برضو من الحاجات اللي انا فخور بيها اللي انا قدرت اسجل براءة اختراع في وقت قليل، محدش يطلب مني كده تاني، محدش يقول لي طب ما تسجل لي براءة اختراع في وقت قليل. انا قدرت اسجل براءة اختراع في 5 ايام، دي يمكن و4 ايام كمان، كانت دي فترة بالنسبة لي
صعبه. في ناس اوقات تكون مضطر او عندهم حاجه مهمه كبيره، تعاون مع وزاره، تعاون مع حاجه، في اوقات دي بنقدر ان احنا نضغط الوقت شويه، ان انا اقدر احقق فكره من مراجعه وتعديل وتطوير وكتابه وتجهيز، كل ده في 4 ايام. كان موضوع صعب طبعا، بس عمل معايا ارهاق كبير، فانا يعني مش بعمل كده على طول. كويس. فالحمد لله كانت فتره جميله بكل اذا كان ايجابيات او سلبيات، والله فتره رائعه. نشكر ربنا الحمد لله على الخير اللي احنا فيه من نعمه وصحه، ويعني الحمد لله كل حاجه الحمد لله اعتقد فيها نعمه، يعني كل حاجه هتلاقي نفسك الحمد لله في نعم كتير. فاحمد ربنا على الفتره الجميله اللي انت عشتها. قيم نفسك، طور من نفسك، اكتب خطه للعام القادم. استنوا ان شاء الله هكلمكم بقى على المخترعين غير وجه العالم ده، وهديكم كده تعريفات بعيده شويه عن بعض الناس، عينات فعلا او اشخاص بعينهم عملوا ايه، لكن برضو هديكم نظره فعلا ازاي المخترعين بيغيروا وجه العالم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.